بما أن الكرعين ديال البقري ولاو غاليين 3400 3600 حتى واحد ما بقى كيقدر يطيب الكرعين. اليوم عوضت لكم بالكويس ديال بيبي. نتوما تقدروا ديروا العنيقات ديال بيبي، تقدروا ديروا الملج ديال بيبي. هنايا اختاريت انا الكويس، كيجيو رائعين جدا. هنايا شوفوا الكويس اللي اختاريت هنا كيلو الا ربع. شوفوا تبارك الله اللحم ديالو كيفاش احمر، كيشبه اللحم ديال البقري تماما. انا خديت هنا كيلو الا ربع، غسلته بالملحه والخل مزيان. هنا خديت واحد تقريبا كميه ديال الحمص اللي رطبته في الماء فزقته بالليل. هنايا واحد 4 ضروسه ديال الثومه محكوكين، الزبيب حسب يعني الكميه اللي حبيتو، وجوج بصلات مشلضين كبار، ومن طبيعه الحال العطريه كلها. وانا غادي نقول لكم المقادير ديال العطريه: زيت الزيتون وزيت المائده، والسكر والقرفه دائما حسب الذوق. اذا على بركه الله، هنا في الطنجره انا درت الكويس ديال بيبي، زدت عليهم جوج بصلات مشلضين كبار، زدت عليهم الحمص اللي ديجا فزقت بالليل مرقد، زدت عليه الثومه محكوكه، واحد القبطه ديال المعدنوس. هنايا غادي نضيف العطريه. قبل ما نضيف العطريه هنايا ضفت زيت الزيتون، تقريبا واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف ربع كاس ديال زيت المائده. اذا هنا درت مزيج ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. ضفت الملح حسب الذوق، نصف ملعقة من الزنجبيل، القليل من الفلفل الأسود، ملعقة ونصف من الكركم، ونصف ملعقة من البابريكا أو التحميرة. وهنا غادي نضيف الكمية ديال الماء اللي غادي يطيب فيها الحمص واللحم. إذا خليتهم حتى طابوا ليا مزيان، درتهم فوق النار من طبيعة الحال. هنا منين طاب ليا اللحم والحمص، زدت القرفة، واحد المعلقة كبيرة ديال القرفة. زدت هنايا السكر، دائما السكر حسب الذوق. ضفت الزبيب درتو حتى طابت ليا، حتى طاب الحمص وطاب اللحم، عاد باش ضفت الزبيب. إذا كنخليو المرقة حتى كتنشف جيدا، يعني كتختار وكتقال. كتكون هذه هي النتيجة النهائية. المذاق ديالو راه كيجي تماما بحال الكرعين ديال البقري، وكيجي أحسن. اللحمة نتوما كتشوفوا كي جات فتية، جات رائعة جدا، والمذاق ما نعاودش لكم يا سلام. ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وتخليو لي التعليق ديالكم. وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، مع السلامة.